السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الشرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. جاي لكم النهاردة بموضوع جميل وسوفت جديد، سوفت لكل الناس، معالج جديد بناء على طلب المشتركين عندي. هنزل لكم النهاردة بسوفت جميل للمعالج سان بلس 2507 ال داكي فلاشة 8 ميجا بدون واي فاي داخلي. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات. ايه السوفت بتاع النهارده يا عم بلال؟ سوفت جميل، سوفت محترم، هيحل لك مشاكل الجهاز، هيدعم لك فلاشتين الواي فاي، ملف قنوات عربي جديد مدمج في السوفت، حاجه جميله. سوفت هيغير لك شكل الجهاز بتاع حضرتك. يلا نوصل الجهاز. وطبعا قبل ما نوصل الجهاز اللي هنشتغل عليه السمارت 3 ساعات برو. طبعا جهاز كنا عملنا له شروحات قبل كده، ولكن السوفت بتاع النهارده سوفت مميز وسوفت جميل، وهيضيف لك الجو سات بلس فيرجن الجديد والناشير في 2، وطبعا هيضيف لك مميزات كتير. ويلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض السوفت الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بعد ما وصلنا الجهاز، فلاشه الواي فاي، فلاشه اللي عليها السوفت الجميل، كل حاجه تمام وزي ما حضراتكم شايفين على الصوره. طبعا اول حاجه بنخش على الاعدادات والنسخه عشان خاطر ما حدش يدي الجهاز بتاعه سوفت غلط، لان في فرق بين الواي فاي الداخلي وفي فرق بين الواي فاي الخارجي في الاجهزه ال 2507 ال داك. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بتاعنا 2507 ال. ويلا بقى نخش نديله السوفت الجميل. خش على كلمه تحديث وعلى تحديث اليو اس بي. طبعا هسيب لك السوفت مدمج فيه ملف قنوات عربي جديد. طبعا ده السوفت اللي هنحمله الجهاز. بسم الله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. طبعا بقى عايزين ندرج السوفت ده جميل يا جماعه، كانت في ناس طلبته مني كتير. طبعا زي ما قلنا السوفت ده للاجهزه السان بلس 2507 ال داكي بدون واي فاي داخلي. سوفت مميز، سوفت جميل، هتنبسط منه وهتدعي لي عليه، لانه سوفت محترم هيضيف لك سرعه في الجهاز وحل مشاكل الجهاز. وانتظرونا ان شاء الله بقى في الشرح اللي جاي، هيبقى الاجهزه السيتي سات اكس 2 بلس، لان في ناس طلبت مني السوفت الاجهزه ديت، هينزل ان شاء الله قريب. وفي بث مباشر ان شاء الله هنعمله عشان خاطر نتكلم مع الناس، وفي موضوع مهم هنتكلم فيه عن سوفتات جميله لاجهزه الجي اكس 6605 اس. لو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات. وعايزك تتأنى في الشرح عشان تقدر المعلومه كامله، تجمع المعلومه كامله عشان خاطر ما حدش يقع في اي مشكله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. هنسيب الجهاز لحد ما يرستر ويفتح لوحده. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح معانا تمام. اول حاجه نسمي الله، وبعد كده هنخش على منيو. طبعا اول ميزه واجمل حاجه في الجهاز ده المنيو بتاعه جميل، المنيو رائع. وزي ما عودناكم هنخش على الاعدادات وهننزل على كلمه نسخه، وهنلاقي فوق زي ما قلنا 2507 ال. طبعا الجهاز بتاعنا ستار نت 9900، وطبعا اصدار السوفت جديد مش قديم، وبيدعم معانا فلاشتين الواي فاي 5370 و 7601، يعني حاجه جميله. وبعد كده نخش بقى على تكوين الشبكه ونوع الرابط. بيدعم معانا اليو اس بي كابل بتاع الموبايل، وبيدعم معانا قطعه اللان، وطبعا الواي فاي. تاني ميزه معانا في السوفت الجميل ده، لو دخلنا على اول اختيار اللي هي اخرى، هنلاقي الجهاز بيقدر تتحكم في الليد، في اضاءه الليد بتاعه العدسه بتاع الجهاز. وطبعا ده حاجه مميزه ما بنلاقيهاش في السوفتات كتير. تقدر تتحكم في حجم الخط بتاع الجهاز، تقدر تكبر وتصغر براحتك زي ما حضرتك شايف. طبعا هنسيبها على افتراضي. وطبعا في مميزات كتير في الجهاز. هنرجع باك، وبيدعم معانا التشان اللوجو. ولو دخلنا اعدادات تاني ونزلنا على كلمه فيديو ونزلنا تحت كده، هتلاقي الجهاز جميل وحاجه جميله زي ما حضراتكم شايفين. هنرجع باك وهنخش على الوسائط المتعدده. وطبعا اجهزه ال 2507 ال تضغط 2507 عشان يفتح لك قائمه السيرفرات. وزي ما حضراتكم شايفين عليه الجوسات ترجمه، وعليه الجوسات باخر اصدار، وعليه الناشير في 2. سوفت مميز وسوفت جميل، هيضيف لك حاجات كتير. طبعا دي تطبيقات الجهاز، وعليه الاي كاست. طبعا الاي كاست عامل لنا فيديو وشرح على القناه بتاعتنا،
ازاي تنقل تتحكم من الموبايل كريموت كنترول للريسيفر، وازاي تنقل فيديو او صوره او ملف صوتي من الموبايل للريسيفر بتاعك. وبهنا يبقى على السريع وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده، ونبذه سريعه عن موضوع النهارده. الجهاز اللي كان معانا النهارده سان بلس 2507 بدون واي فاي داخلي، فلاشه 8 ميجا، سوفت جميل، سوفت مميز، هيحل لك مشاكل الجهاز، والسوفت رائع هتلاقي فيه كل حاجه نفسك فيها. ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح. في ملحوظه مهمه عايز اقولها في معالج النهارده اللي هو السان بلس 2507 طبعا اللي مش هيقبل معاه السوفت عن طريق الفلاشه، تقدر تدوله عن اللودر عن طريق اللودر. وفي فيديوهات وشرح كتير عملناه ازاي تدي للجهاز بتاعك السوفت عن طريق اللودر، كل حاجه موجوده على القناه. حبيت انبه عن الموضوع ده عشان خاطر انا عامل السوفت ده معمول للسمارت سات 3 ساعات برو بدون واي فاي داخلي، فلاشه 8 ميجا، سان بلس 2507 لو عندك اي جهاز نفس الاصدار زي ما حضرتك شفت في الفيديو، هتقدر تديله السوفت عن طريق اللودر عادي، مفيش فيها مشكله، وهينزل معاك تمام مفيش اي حاجه. وبهنا يبقى وصلت لنهايه موضوعنا النهارده، ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح. وما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الريسيفرات. وانتظرونا في صوت تقادم وحاجه جميله لاجهزه السيتي سات اكس بلس، لان في ناس كتير كلمتنا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعزائي شرحاء بلال سات في كل مكان.